وانا بحاول انام امبارح عقلي اقترح عليا سؤال في غايه الاهميه وتوقيته برافو عليه. ليه شهر نوفمبر مش شهر 11 عادي؟ ليه سويت نوفمبر؟ منين جت الفكره؟ لا ما انا ما نمتش. ليه سويت نوفمبر؟ ويعني ايه سويت نوفمبر؟ لقيت انه في 2001 كان في فيلم اسمه سويت نوفمبر، ومن ساعتها واحنا بنتعامل مع شهر نوفمبر ده على انه شهر الوقوع في الحب. ولاني معرفتش انام فقررت اتفرج على الفيلم. قلت ساعه وربع مش مهم، ما احنا قاعدين صاحيين. فرقت ايه فيديوهات تقطيع الصابون عن فيلم؟ المهم احكي لكم قصه الفيلم من 2001 يعني عادي احرق. هي بنت كل شهر بتصاحب ولد مختلف، المهم بتحب واحد في شهر نوفمبر، بديهيات جدا. وكأي ست توكسيك في الحياه قالت له ان هي ما بتقعدش في علاقه اكتر من شهر، والولد وافق على الشرط ده. المهم طول شهر نوفمبر هما بيخرجوا ويتفسحوا ويروحوا وييجوا مع بعض. المهم اخر الشهر الولد مرضيش يمشي وقرر انه عايز يكمل معاها، بس هي اصرت ابعد عني، روح حب واحده تانية غيري، مع انها هي اللي عرضت عليه اول مره ان هما يخرجوا سوا. وفي نص الشارع قالت له انت تستاهل واحده احسن مني، انا عندي المرض الوحش ده. بجد طلعت تعبانه مش بتخلع. المهم ان هي اخر الفيلم بتموت والولد بيتفشخ طول حياته، وكتر خيرها قبل ما تموت قالت له عايزاك تتمتع بالحياه وتعيش وتتبسط وتقدر قيمه الوقت. فاحنا بقى كل نوفمبر بنحتفل بالقصه التوكسيك دي. لا ومستغربين لي مش بنكمل في علاقه. انا هحتفل بعيد الحب المصري، حددوا ميعاده لاسباب عبثيه جدا. شهر 3 ده عيد الام، وشهر 1 ده في راس السنه، يبقى هو في شهر 2 يعتمد.